مستحيل حد هينفذ على الاقل 3 خطوات من دول ويلاقي القشره عنده لسه زي ما هي. ان مفيش حاجه اسمها قشره مزمنه، في حاجه اسمها انفكشن او عدوى انا مش عارف اتحكم فيها، وفي حاجه اسمها التهاب مزمن. انا بغيب عليكم شويه في اليوتيوب هنا بس بيبقى غصب عني، وطبعا احنا في الشتاء وانا كل اسبوع تقريبا زي ما انتم سامعين كده معايا فيروس مختلف. النهارده فيديو في ناس كتير بقالهم زمن مستنيين الفيديو ده، وجا الوقت ان احنا نتكلم فيه عن القشره المزمنه او القشره اللي الناس عايشه بيها سنين. ان انا اخش اغسل شعري واطلع احس ان شعري دهني، واحس ان انا شعري فيه قشره عماله تتساقط. ده بيكون ايه؟ سببه ايه؟ واحله ازاي؟ ان الموضوع بيكون كبير شويه وبيقعد سنين فبيبقى مهمل. الحل بتاعه مش بيبقى في منتج، مش بيبقى في شامبو، مش بيبقى في ماده واحده سحريه، بيبقى روتين متقسم لكذا حاجه. الجلد المفروض بيتجدد كل 7 أيام، فإحنا نبدأ نحس بوجود قشر بيتساقط شوية بعد 4 أيام لما نغسل شعرنا، لأن إحنا بنغسل شعرنا بمواد تعتبر اكسفوليتنج، مقشرة شوية. عشان كده دايما بقعد أقول ما ينفعش إن أنا استثني شامبو السلفيت من روتيني، علشان هو مهم جدا لتنظيف فروة الراس وتقشيرها تقشير كيميائي بسيط. لما أنا يبقى عندي عدوى أو لما أنا يبقى عندي التهاب، يبدأ الجسم يقرب شوية التوقيت بتاع تجديد الجلد، فيبقى كل يومين او كل 3 ايام الاقي جلد فروه الراس بيتجدد. دلوقتي ايه هي الخطوات الصح ان انا اتحكم في ده؟ هما 6 خطوات، 5 خطوات فعليه وواحده تاكيديه. اول حاجه، لو انا عندي انفكشن لازم على طول اعالجه. الانفكشن ده ان انا يكون عندي فطر في فروه راسي. طيب انا اعرف منين؟ هلاقي ان فروه راسي دايما ملتهبه محمره، وان القشره بتاعتي بتكون كبيره كده، وان مش شرط ظهور القشره يكون مرتبط بدهنيه فروه الراس. بلاقي الاول فروه راسي بتتقشر ودايما عندي قشره موجوده، وبعد كده يبدا فروه الراس تفرز دهونها. في الوقت ده لما الاقي هرش وحكه واحمرار والقشره ما بتروحش خالص والفليكس بتاعت القشره كبيره، ببدا ان انا امشي اسبوعين على روتين او علاج مضاد للفطريات، زي شامبو الكيتوكونازول اللي هو ما ينفعش استخدمه اكتر من اسبوعين لان هو مضر. واتكلمنا ان هو بيزود الشيب، بيسبب حساسيه زياده بعد كده لفروه الراس وتفاقم القشره، يعالج العدوى لكن هيزود الالتهاب، ده غير الجفاف الفظيع للشعر. هستخدم شامبو فيه كيتوكونازول زي الشامبو ده، وهاخد حبوب. اتمنى تبقى بمتابعه طبيب، يعني تروح للطبيب كده تقول له انا شاكك اني عندي عدوى في فروه راسي وعايزه امشي على الاقراص المضاده للفطريات دي، وهو ينظم لك العلاج. هي الديفلوكان او الترايفلوكان، ده مستورد وده محلي مصري ب 15 جنيه. هو قرص هناخده مره في الاسبوع، اخده مره والاسبوع اللي بعديه اخده في نفس الوقت. اتحكم في العدوى بتاعتي من جميع النواحي داخليا من جسمي علشان الفطريات ما تفضلش تنقسم وتتكاثر، وموضعيا الشامبو بتاعي. هل انا في كريم او حاجه معينه استخدمها؟ الشامبو والاقراص كفايه، لكن طبعا في كريمات فيها نفس الماده الفعاله المضاده للفطريات اقدر ان انا استخدمها مرتين في الاسبوع زياده تاكيد. تاني خطوه معايا هو ان انا اتحكم في الالتهاب. وده بيحصل ازاي؟ لو الالتهاب شديد قوي وبسبب احمرار وحساسيه وهرش مش طبيعي، بضطر ان انا الجا للكورتيزون. ودي بتبقى خطوط كده، خطوط دفاع على حسب الحاله بتاعتي. لو احنا شايفين ان حالتنا التهاب شديد قوي ولازم له تدخل حاجه شبه الكورتيزون، يبقى انا فورا بلجا ليه. موجود في لوشن زي لوشن الكريلا اللي هو عباره عن حمض السلسليك اسيد وكورتيزون. عشان كده الكريلا لما بفضل استخدمه فتره طويله برضه بيسبب زياده حساسيه لفروه الراس، لان الكورتيزون الموضعي بيسبب ترقق لفروه الراس، هيسبب لي التهاب في بصيلات الشعر بعد فتره طويله. لو بطلته خصوصا كمان فجاه الاقي مش قادره احرك شعري كده، وجع فظيع والتهاب في البصيلات. عشان كده ناس كتير جدا بتحس بالوجع ده، وده خط الدفاع الاول بتاعي ضد الالتهاب هو الكورتيزون. استخدمه من 3 ل 5 ايام يوميا، وهستحمل الروتين المستمر كل يوم. في خلال 5 ايام هلاقي ان الالتهاب اللي عندي ده هدى، وابدا ان انا استبدله بحاجه اثبتها روتين اسبوعي. وطبعا مش هلاقي احسن من الزنك الموضعي لهندله الالتهاب، زي لوشن الكلامايل. لوشن الكلامايل هو اسهل حاجه احطها على فروه راسي وانا مطمنه ان مش هيسبب لي جريزي ايفكت، هيسبب لي مشاكل تانية وغيره. غير ان كريمات الزنك ممكن شويه تعمل بيلد اب، ما اعرفش اغسلها كويس تعذبني وانا بغسلها، انما الكلامايل لو شطفته هلاقيه على طول بينزل. اما في بعض الدول ما عندهاش لوشن الكلامايل او الكلاماين، بيضطروا ان هم يستخدموا كريم الزنك. تالت حاجه ودي برده مرحله مهمه، هو ان انا بحمي فروه راسي من الالتهاب. بعد ما اخلص فتره العلاج دي اللي هي بتقعد من اسبوعين ل3 اسابيع واحيانا شهر، 14 يوم علاج مكثف زي اللي بالكورتيزون والمضادات الفطريه، ببدا بعدها ان انا ابدا علاج وقائي او روتين وقائي. ايه؟ بستخدم فيه حاجات طبيعيه وحاجات من الصيدليه. التوبيكال كالسيفيرول في الابحاث لقوا ان هو موضعيا بيهدي
تجدد الجلد بسبب الالتهاب، وبيهدي الالتهاب وبيعالج فروه الراس بنسبه كبيره. وده موجود في صوره لوشنز في الصيدليات، كثيف شويه لزج، فانا بخففه، او انا بستخدم منه حاجات بسيطه جدا على اطراف الصوابع وبدهن بيها على فروه الراس. دول في منها في كريمات زي كريم دايفوبات، وده انا بستخدمه مره او مرتين في الاسبوع على فروه الراس. بلاقي ان هو منع الالتهاب المتكرر وقلل تكرار القشره حتى البوسميه. برضو استخدام الجليسرين الطبي الاصلي على فروه الراس لوحده، لان هو يعتبر مضاد حيوي ومضاد فطريات، من الحاجات اللي بتقي من حدوث التهابات وبتقلل ظهور القشره. وبعمل بيه على فروه راسي واسيبه نص ساعه وبعد كده اغسل. ان انا استفاد منه في ده العسل، عسل النحل، بعد ما اعمل اختبار حساسيه لكل حاجه طبعا لمده ربع ساعه لساعه واتاكد ان مفيش حساسيه خالص منه، بخففه بمعلقه ميه دافيه وبستخدم اطراف صوابعي وبدهن على فروه راس. السدر والروزماري، بعمل من السدر والروزماري منقوع، يعني بنقع شويه روزماري معلقتين كبار وبعض اوراق السدر زي مثلا 5 اوراق في كميه ميه مناسبه، فلنقل مثلا كوبايه كبيره، واسيبهم في ميه سخنه مش هيتغلوا، وبعد كده اشطف بيهم فروه راسي كويس. ده بيقي فروه الراس بشكل هادي وطبيعي من العدوى قدام، ومش بس كده بيحميهم من الالتهاب المتكرر. رابع حاجه هو ان انا اتحكم في السيبم او الافراز الدهني، وده عن طريق الاحماض زي حمض الجلايكوليك اسيد بتاع شركه ذا اورديناري. هو غالي شويه ومش متوفر في بعض الدول قوي اللي مش بتجيب حاجات مستورده، لكن اللي يقدر يجيبه هيفرق معاه جدا في صحه فروه راسه. الجلايكوليك اسيد بتاع شركه دي اورديناري بستخدمه كروتين مرتين في الاسبوع على فروه الراس، بحطه كده في فروقات الشعر وعلى فروه الراس واعمل مساج. بسيبه الناس اللي شعرها دهني جدا وعايزه تعمل كنترول او تتحكم في دهنيته دي، ده حلكم. الاحماض بستخدمه، هو حمض هادي وكويس، وفي منه بعض الشامبوهات دي لكن هم مش موجودين في مصر، موجودين في دول الخليج، بعض الدول العربيه. بستخدم الجلايكوليك اسيد ده لمده نص ساعه وبعد كده بغسل شعري وبعمل الروتين بتاعي المتكامل، وبلاقي ان الوضع اتحسن جدا بالنسبه لدهون فروه الراس. لو انا مش لاقيه اي منتجات بالسلسليك اسيد او لوشن فيه سلسليك اسيد، بستخدم الاسبرين، وده كنت اتكلمت عليه زمان. الاسبرين ان انا بطحن الاسبرين اللي هو الاسيتايل سلسليك اسيد وبدوبه في ميه، وبستخدم السائل ده ان انا اعمل رابنج او ان انا ادلك فروه راسي. لو مش عارفه ومش قادره اعمل كل ده، فالاسيتيك اسيد او حمض الاسيتيك اللي موجود في الخل كفايه جدا. بعمل خل قبل الحمام، يعني بجيب ازازه بحط اقل من ربعها خل وبكملها بميه، يفضل ان هي تكون الميه المقطره اللي بتتباع في اكياس من الصيدليه، وبحطها على فروه راسي وبقعد بيها نص ساعه. وده ملوش علاقه بشطفه الخل اللي بعد الغسل، لان دي كده كده احنا مجبرين عليها. خامس حاجه نظافه فروه الراس، زي ما قلت قبل كده نازلين فيديو على الانستجرام صغير بنسال فيه ايه انسب وقت لغسل فروه الراس او غسل الشعر. كله قال لما يبقى دهني، لما يعدي اسبوع، لما يعدي 5 ايام. دي اجابه غلط. على حسب انا بنزل قد ايه، انا في بيئه عامله ازاي، بعرض لشعري الاتربه لعوامل مؤكسده ولا لا. لو انا بنزل كل يوم يبقى يفضل ان انا اغسل شعري مرتين في الاسبوع، وخصوصا لو فروه راسي دهنيه، يعني الشعر بيتفاعل مع الخروج والنزول والتعرض للشمس والاتربه وغيره. دي امثله لانواع شامبو كتير كويسه، مش هقدر اتكلم عنها باستفاضه في الفيديو ده عشان ما يطولش عن كده، لكن دي حاجات كويسه انا بعرضها نقدر ان احنا نستخدمها تنظف فروه الراس كويس. وهنعمل فيديو مخصوص بنناقش فيه انواع الشامبو وايه منها اقتصادي وايه منها مش اقتصادي وايه منها ينفع ومناسب جدا لانواع القشره المختلفه او شده يعني الالتهاب. رقم 6 واخر حاجه معانا هو ان احنا نعمل كنترول على البي اتش بتاع الجلد. ازاي اتحكم في البي اتش بتاع الجلد؟ اي حاجه احطها على فروه راسي، سواء كان ميه، شامبو، اي حاجه بستخدمها لفروه راسي، حتى التريتمنت اللي قبل غسل الشعر، وطبعا خصوصا للناس اللي بتحط سبرايز فيها كحول، لازم في الاخر بعد ما بتعامل بعمل شطفه الخل. عشان كده قلت لكم استخدام الخل في التحكم في دهون فروه الراس ملوش علاقه بشطفه الخل اللي في الاخر، ان انا بحط ربع كوبايه خل عليها كوبايه ميه واشطف بيها فروه الراس والشعر، حتى هنلاقي ان التقصف بيقل والشعر بيتحسن مع استخدام شطفه الخل دي. هيبقى فيه لمعه وهيبقى فيه صحه وحاجات كتير كويسه. شطفه الخل دي هتقلل كتير حدوث الالتهابات وتجدد الجلد وحاجات كتير جدا. وبسيبها على الشعر 3 دقايق وبعد كده اشطف سريعا بميه الحنفيه. وطبعا تاني حاجه عشان اتحكم في البي اتش، ان انا اي منتج تصفيف، اي كريم، اي واقي حراره، اي حاجه، نحاول ان هو ما يلمس فروه الراس، يكون على الشعر نفسه ومن اول الشعره لاخرها بدون ما يلمس فروه الراس او ان احنا ندلكه فروه الراس. نيجي بقى للمكملات اللي ممكن تساعدني في موضوع الالتهاب والقشره. الروتا سي لمده شهر، واحده كل يوم بعد الفطار. الامس ام وده فيه كبريت وفي حاجات كتير ممكن تساعد جلدي ان هو يتحسن، ما يفرزش دهون كتير ويتحكم في الالتهاب، واحده كل يوم اي وقت، واشرب معاها ميه كافيه. فيتامين سي
علشان مضاد للالتهاب ومضاد للاكسده كل يوم، ولو باخده من مصادر طبيعيه كافيه يبقى خلاص. وفيتامين ب 12 اللي موجود في صوره حقن عضل، وموجود في صوره شرايط فوق اللسان شريط كل يوم بعد الفطار، وموجود في صوره حبوب، لكن انا بفضل طبعا اما الحقن او الشرايط اللي فوق اللسان، لان امتصاصها بيكون مستحيل حد هينفذ على الاقل 3 خطوات من دول ويلاقي القشره عنده لسه زي ما هي. الناس اللي تعبت والناس اللي بتعاني من القشره مستنيه ان انتوا تجربوا اي خطوه من الخطوات دي وتثبتوها عندكم وتحسوا بتحسن وتيجوا تبلغوني، وقولوا لي تجربتكم مع كذا حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها، او تجربتكم مع اي علاج في العموم. ان شاء الله بعد كده احاول ان انا ارد معاكم واحده واحده. وميرسي لكم جدا ان انتوا شفتوا الفيديو لغايه دلوقتي. اعملوا فولو على السوشيال ميديا التانية، الانستجرام، التيك توك والفيسبوك، عشان هناك في محتوى مختلف، نطلع اسك، نعمل لايف، او ان احنا بننزل فيديوهات صغيره بنناقش فيها حاجات كتير وحلول بسيطه مع بعض. ميرسي جدا ليكم، باي باي.